عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو ان شاء الله نعطيكم معلومات مهمه. الا بغيتوا تبداو تربيو طيور الكوكتيل فضروري ما تعرفوا هذه المعلومات اللي هي شامله على الاساسيات اللي خص يعرفها اي مبتدئ باغي يربي طيور الكوكتيل وباغي ينتج منها. اول حاجه غادي نتكلموا على السلوك ديال طيور الكوكتيل. طيور الكوكتيل واحد الطيور اللي هي حنونه بزاف، كتولف مولاها، سهله في التريساج، سهله في التربيه، وسهله حتى في الانتاج. راها سهله حتى في التغذيه، فيهاش صعوبات بزاف. الا تبعتي الفيديوهات اللي كنقدم لكم راه كنشرح لكم كلشي بالديتاي، كيفاش تختار الذكر، كيفاش تختار الانثى باش يكون عندك انتاج زوين وما يكونش عندك مشاكل. دابا غادي ندوزو المكان المناسب فين نوضعو الطيور ديالنا. المكان يكون عالي، الشمس تكون ضاربه الغرفه اللي فيها الطائر، ولكن ماشي تكون موجهه ليه، غير تكون يعني كيشوف الضوء ديال الله كما كنقولوا، يعني دخولي الضوء طبيعي من الافضل. ما كانش راه كنقضيو غير بالضوء العادي، ولكن تكون واحد الغرفه اللي فيها تهويه مناسبه للطائر باش يعيش فيه، ما تكونش فيها ضوضاء، ما يكونوش الناس ماشيين ماجين باش ما يزعجوش داك الطائر، يولي عندك صوباج كيغوت غير بوحديتو لانه منزعج من الضوضاء اللي كتكون حداه. وطيور الكوكتيل خصكم تعرفوا هادشي، راه واحد طيور الكوكتيل راه كيتخلعوا بزاف. ضروري ما تامن لها واحد المكان اللي يكون هو مناسب ليها، يكون قفص ايضا مناسب، يكون الحجم ديالو كبير بحال اللي كتشوفوا هذا ديال 60 اولا ديال 70، ولكن ما يكونش صغير على هذا باش ما تعذبش الطيور ديالك والصحه ديالهم تكون مزيانه. نقطه اخرى غنتكلم عليها هو العش اللي كيكون مرافق القفص. الا كانت عندك زويجه وباغي الانتاج فضروري ما يكون عش اللي هو مناسب، عش خشبي. المقاس غنزو لك هنايا ديال الكوكتيل، كل نوع الطائر كيختلف المقاس ديالو من طائر اخر. البادجي ماشي هو ديال الكوكتيل، الكوكتيل كيكون شويه كبير عليه. ومهم جدا مواد التعشيش. الكوكتيل هو النجاره تكون رطبه ما تكونش خشنه بزاف. عاود ديك الساعات الكوكتيل كيولي يزيد يبشرها، ولا معك نقولوا باللغه العربيه كيزيد يفتحها اكثر، كتجي سهله انه يفرش العش ديالو. من بعد ما هضرنا على المكان اللي غادي يعيش فيه طائر الكوكتيل، غادي نتكلموا دابا على التغذيه. والتغذيه راه هي اهم حاجه واهم نقطه غادي نهضروا عليها في هذا الفيديو. على التغذيه ماشي غير الزرع، التغذيه راه فيها بزاف ديال التنوع الغذائي اللي كيحتاجو طائر الكوكتيل باش كتكون الصحه ديالو جيده والانتاج ديالو كيكون جيد وما كيكونش عنده مشاكل مرضيه. غادي نذكر لكم الحبوب اللي هي ضروريه تكون في القفص. بالنسبه للحبوب الرئيسيه اللي خصها تكون يوميا عند طيور الكوكتيل، اول حاجه الدقن اللي كيحماقوا عليه بزاف الكوكتيل وكيعطيهم طاقه. تاني حاجه بذور نوار الشمس، بالحق عطيوهم غير بكميه اللي هي قليله لانها كتوفر على دهون، نسبه الدهون عاليه، فما بغيوش الطيور ديالنا يتشحموا بزاف. ايضا زريعه الكتان اللي مفيده ليهم ومفيده للريش ديال الطائر والمناعه ديالو. رابع حاجه القمح مهم بزاف لانه غني بالطاقه. ايضا الشوفان مزيان ليهم في الوقيته ديال البرد. والنيجر اللي بزاف ديال الناس كينساوه، راه مهم بزاف للطويرات وخصوصا في الفتره ديال التزاوج لانه كيحتوي على مواد اللي كتحفز الطيور على التزاوج. باش يكون نظام غذائي متوازن خاصك ضروري توفر لهم حتى الخضروات الطازجه بحال الجزر محكوك، بحال السبانخ، بحال البروكولي، بحال الخاص، الورقيات تقريبا كاملين، لي زيبينار، الروكيت، المعدنوس، الكرافس حتى هو مزيان الوقيته ديال التزاوج، يعني كيهيج الطيور. وبالنسبه للفواكه يمكن لك تقدم لهم التفاح، يمكن لك تقدم لهم الموز، الإيجاز، يعني كاين بزاف ديال الانواع ديال الفواكه اللي تقدر تقدمها لهم من غير الافوكا والشوكولا ما كنقدموهاش للطويرات ديالنا. واي فاكهه فيها بذور كنزولوا البذور عاد كنعطيوها الطويرات ديالنا. دابا غادي ندوزو النظافه راها مهمه بزاف. حاولوا انكم تنظفوا من ربعيه من ربعيه، تنظفوا القفص باش ما تكونش طفيليات وبكتيريا اللي كتنتج على المخلفات ديال الطيور. والقفص كيكون نقي والطويرات ديالكم كيكونوا نقيين وما كيكونش فيهم حتى شي فطريات ولا طفيليات اللي هي مضره بالصحه ديالهم. نهضر معكم على كيفاش تعاملوا مع طيور الكوكتيل باش يولفوكم. من تجيبوا طائر الكوكتيل ما تخليوهش في القفص وصافي تبقاو تعطيوه الماكله وتمشيو بحالكم. حاولوا انكم تبقاو تهضروا معاه من تجيبوا الماكله، جيبوا الماكله اللي كتعجبو، بقاو تجلسوا حتى واخا غير 5 دقائق، واخا غير 10 دقائق. حاولوا انكم تهضروا معاه بصوتكم باش يبقى يتعرف على الصوت ديالكم. راه بديك الطريقه يقدر الطائر يطلع لك فوق يديك بلا ما تبقى عاد تجبروا انه يطلع فوق يديك، يولي بيناتكم واحد الكونتاكت
ويقدر هو يجي عندك ويبغي يطلع لك فوق يديك. راه هادشي كيوقع لنا بزاف مع طيور الكوكتيل. اما الا خليتيه ملي كتعطيه الماكله فكيولي سوفاج وكيدخل في اكتئاب وما كيبقى يحمل حتى شي واحد يقرب ليه، كيولي غير هماجي خصو ياكل ويشرب وينعس. كاع بزاف سمحوا لي العفسه حيت مسمتينش الضو ديال الرينغ لايت كيبداو يغوتو ملي كيكون الضو ديال الرينغ لايت. ومن هنا غادي ندوزو للاخطاء اللي كيعملوها المبتدئين واللي ما خصكمش تعملوها نتوما كمبتدئين، لانكم الا سمعتوها في هذا الفيديو ما خصكمش تعملوها نهائيا. اول حاجه تعطيهم الماء وما تبدلوش، يعني تخليه 3 ايام 4 ايام حتى داك الماء كيصفر ولا كيكحل عاد كتقول نسيت ما بدلتلهمش الماء. دونك هاد الحاجه ما خصكمش تعملوها نهائيا، لان اول حاجه كتمرض الطائر ديالك وكيبقى يمتنع على الماء ما كيبغيش يشربوا لان الماء موسخ ومعفون وكيولي عنده جفاف في الجسم ديالو. بديك الطريقه راه يقدر الطائر يقدر يموت الا ما شربش الماء ولا عنده جفاف في الدم ديالو يقدر يموت ولا يمرض لك. ثاني حاجه واللي هي كان خصني نقولها هي اول حاجه هو انك ما تشريش فرخ اللي ما مفطومش. علاش؟ انت كمبتدئ راه ما فاهمش شنو هو الفطام وما عارفش كيفاش تفطم الطائر وما عارفش كيفاش توكل الطائر، لانك تحتاج عنايه كبيره وكتحتاج الانسان اللي غادي يوكلها يكون عنده خبره كبيره في تربيه الطيور، لان اي خلل يقدر يقتل لك الفرخ. وبزاف كيموت لهم الفراخ وما كيعرفوش علاش مات لهم الفراخ. كيكون بزاف ديال الخلل كتكون يا اما في الماكله يا اما في طريقه التاكيل اما في انخفاض درجه الحراره ولا في ارتفاع ديالها. فهادشي انت عن غنى عنه. انت كمبتدئ خذ فرخ اللي هو مفطوم واجد، كتعطيه غير الاكل اللي انت عارف غادي تعطيه، ما كتوكلوش بالسرانك نهائيا. ثالثا هو تربي الطيور ديالك في واحد المكان اللي كيكون بارد او فيه تيار هوائي. ما نعرضوش للبرد وما نعرضوش عاود للشمس ويموت لنا. الا عرضتيه للبرد بزاف راه غادي يموت، ولا عرضتيه للشمس راه غادي يموت. من الافضل انك تكون يعني واحد المكان اللي هو فيه الهواء ولكن ما فيهش داك التيار الهوائي، وكذلك ما تحطوش نيشان منه للشمس راه غادي يموت لك. وبزاف كيوقع لهم هادشي كيمشيو يحطوا الطائر ديالهم في الطاقه وكيضربوا البرد وكيموت، كيبقى كيرجف واحد يومين 3 ايام كيموت. رابع حاجه هو انهم يعملوا ذكر مع ذكر اولا انثى مع انثى. ملي كتكون انثى مع انثى كتبقى غير كتبيض وكيبقاو يشوفوا البيض خاوي ما فيهش الجالين كيقولوا عندنا مشكل. عرفنا ذكر نعملوا محفزات هو كيكون عندهم ذكر انثى مع انثى. عاود ملي يكون الذكر مع ذكر تقولوا علاش ما كيبيضولناش، راه ما يمكن لكمش يبيض لكم لان هذاك ذكر مع ذكر، يعني ما كتكونوش كتعرفوا تفرقوا ما بين الذكر والانثى. راني منزل لكم فيديو على كيفاش تفرقوا ما بين الذكر والانثى، كنت كندير لكم داك الفيديو على اللاتينو، ان شاء الله نهضر لكم على الالبينو كيفاش تفرقوا بيناتهم، على الفاس بلو لان عندي بزاف د الانواع ديال الكوكتيل. فان شاء الله كل مره نعمل لكم واحد النوع نهضر لكم عليه وكيفاش تفرقوا ما بين الذكر والانثى باش ما يقول لكم حتى شي واحد. ملي كيجيب واحد ذكر وانثى وكيقول لك خصهم يتزوجوا وخصهم يفرخوا لي وخصني الانتاج، راه الانتاج ما يمكنش يجي في يومين ولا 3 ايام. راه الكوكتيل ملي كتجيبها راه تاخذ وقت، تاخذ لك حتى عام عاد تزاوج وعاد تفرخ، لان الكوكتيل من الطبيعه ديالو هو انه الا بدلتي له غير المكان راه يقدر ما يتزوجلكش، يعني ضروري خصو واحد الوقت باش يتاقلم بعدا غير مع المكان. يعني ما حاولوا انكم نتوما كمبتدئين ما تضربوش، حاولوا انكم تولعوا غير بشويش عليكم وان شاء الله الانتاج غادي يجي. اذا تبعتي هذه الخطوات اللي هي بسيطه، اول حاجه المكان المناسب، القفص نظيف، التغذيه متنوعه، التعامل يكون مزيون مع الطويرات ديالك، شويه ديال الصبر اللي ضروري منه، وان شاء الله غادي تلاحظ الفرق في طيورك وغادي يفرحوك بانتاج اللي هو زوين. نتمنى الفيديو يكون الاعجاب ديالكم، ما تنساوناش بالبارطاج وتدعمونا بلايك الى عجبكم الفيديو. ان شاء الله نتلاقاو فيديو مقبل باذن الله. السلام عليكم.